بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفي قناتي متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بعمله. غايبة غايبة عنكم بقالي كتير، كسلانة جدا 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 من بعد العيد، فسايبة الدنيا تضرب تقلب أولا. واخواتي بقى بصوا اللي هو ايه، يعني قاموا بالواجب. شايفين طبعا الأوضة مقلوبة ازاي. كنت جايبة كمان حاجات جديدة، شنط وحاجات وكده، ما شلتهاش. كنت جايبة الأوكسي ده عشان النهاردة هغسل. قلبين شاي على المفارش، الإبر اللي والدتي بتخيط بيها طالعة برا. يعني الدنيا كلها تضرب تقلب زي ما بيقولوا. اول حاجة كده بدأت اشيل المفارش اللي هي مقلوب عليها الشاي. وانا هنا ما كنتش لسه فطرت، عملت كده كوفي ميكس وقعدت قلت قبل والله لما امد ايدي في اي حاجة افطر الاول وبعد كده هقوم. كنت حتى وانا بفطر بتفرج على الفيلم القديم ده، بحب الافلام القديمة قوي. بعد كده هنا خلاص كنت فطرت وشلت مكان فطاري، وهبتدي ان انا اول حاجة هبتدي كده بالسرير. شلت كل اللي عليه، غيرت اكياس المخدات وغيرت الملاية. هبتدي ان انا انفض كده، وكل المخدات دي انا خدتها وطلعتها في البلكونة تتشمس شوية عقبال لما انا انفض واظبط الدنيا كده جوه شوية. شلت برضو دي زي دفاية كده او مفرش بفرشه تحت الملاية، بيمسك الملاية. لان الملايات عندنا فيها نسبة كده من مش عارفة بتتزحلق من على السرير، فالكبرتاية دي او المفرش ده بيمسك الكبرتاية. كنت بقى في سجادة اللي كانت في اوضه النوم انا شلتها هيبهدلوها، فشلتها وغسلتها وكنت سايباها يعني نشفت وكده. وانا بحط ساعات السجاد تحت السرير. فقلبت المرتبة كده وعدلت المرتبة وحطيتها هي، وقلبت المرتبة الناحية التانية وفرشت السرير زي ما انتوا شايفين. هنا برضو الانتريه انا طبعا كنت في العيد سايباه، ما كنتش فرش عليه حاجة، فقلت بقى عشان ما يتبهدلش لا هبتدي ان انا افرش عليه الحتت البيضة دي. او هنا بقى زقيت كده الترابيزة بتاعة الانتريه قدام شوية، ومسكت المكنسة بالكهرباء وشفطت كل الأتربة. هو ما كانش فيه تراب، بس هي كانت الأوضة مليانة كراكيب، هدوم على حاجات من المطبخ، مطرح كوبايات ما بيشربوا، فاهمين. فطلعت كده الترابيزة برا، وهبتدي ان انا اشفط من ناحية السرير ومن ناحية الانتريه، الناحية اللي انا مش هعرف اشيل السجادة من تحتيهم. تمام. خلاص عملتها وكانت تمام. رحت بقى هنا على الركنة. تحسوا ان انا مش بشيل، ان انا مش بعمل حاجة او انا سبت الدنيا وما بكملش، لا، انا كنت بس هنا بعيدة عن الكاميرا بشيل برضو حاجات كانت موجودة على الركنة. طبعا هدوم، البطانية دي برضو خدتها في الشمس برا. خلاص شلت كل حاجة كانت على الركنة، وهبتدي ان انا اشيل كل الحتت دي بتحميلي قماش الركنة جدا. لان زي ما انتوا عارفين احنا طول النهار قاعدين في الأوضة دي، فبيبقى بقى ايه اللي هتتبهدل طبعا. فقلت ايه، لا بحط ان انا افرش عليهم الحتت دي عشان الدنيا تبقى معايا نظيفة. نفضت بقى كده كويس، وهبتدي ان انا اقلب الشلت على الناحية التانية. طبعا نفضت كويس. وهتقولوا لي ايه اللي انت حطاه من ورا ده على ظهر الركنة؟ الحاجات دي انا بحطها بحمي الركنة من اي اتربة او كده. خلاص بقى هنا هبتدي ان انا امسح كده الترابيزة.
طبعا مش عارفه، هنا انا كنت فرشت الترابيزه تقريبا. هبتدي بقى كده ان انا امسح الترابيزه واخليها زي الفل. هنا بقى كنت داخله على البلكونه. آه انا فرشه الحافظه دي في البلكونه. آه السجاده بتاعت البلكونه انا ما فرشتهاش، مش عارفه ليه ما فرشتهاش. فمن يوم العيد انا فرشه المفرش ده او الحافظه دي في البلكونه، فصراحه مكسله ان انا اشيلها، بس هي نضيفه ما فيهاش اي حاجه. بدات ان انا اشفطها كده برضو، ما خليتش فيها اي اتربه، وحطيت الجزء ده من المكنسه بالكهرباء بيسحب مني الاتربه اللي بتبقى موجوده في الاركان. مطرح مثلا هنا البلكونه الارمنتال دي بجد بتلم اتربه يعني. حتى انا جايباها في شقتي برضو متضايقه منها جدا. بدات بقى ان انا برضو اشفط الاتربه اللي موجوده تحت اللهم صل على النبي، اللي موجوده تحت السرير وكل الكلام ده. هبتدي بقى هنا برضو اسحب كده فوق الاتربه اللي تحت اللهم صل على النبي اللي موجوده تحت السجاده كده. بعد خلاص ما خلصتها هبتدي ان انا اركب الجزء ده، وهبتدي ان انا برضو اكنس السجاده كده كويس، عليها اي تراب عليها اي حاجه. السجاده زي الفل ما فيهاش اي حاجه. هبتدي ان انا بقى اشفط كده كل الاتربه لو فيها حاجه يعني زياده تاكيد، وهمسح الارض. وهجيب كمان حافظة عشان اغطي بيها السجادة. هغطي السجادة ليه؟ عشان انا مثلا بكون نايمة الصبح واخواتي بيقوموا يروحوا الشغل، فبصوا بقى يعني بيخشوا، انا اسفة يعني بالجزمة اللي كده، اللي يعني بيفضلوا سارحين كده في الشقة رايحين جايين على السجاد. فانا هبتدي ان انا احط عليها الحافظة دي. الحافظة يعني تتبهدل مش مشكلة، لكن السجادة صعبة في الغسيل، تقيلة قوي في الغسيل. كمان عشان المكان عندنا ضيق بتبقى صعب قوي ان انا اغسلها. هنا بقى فضلت ان انا جبت ميه كده بالكلور بشويه دوني وكبتهم كده بسيط في الارض، وجبت المساحه دي وسحبت كده من تحت الركنه، تحت كراسي الانتريه، حوالين السجاده، يعني الحتت اللي هي بيكون فيها الدواسات الصغيرة دي، ان ممكن اي اتربة تكون موجود فيها. اهي دخلت برضو تحت الانتريه كده، تحت كراسي الانتريه وتحت بين الكومودين وكل الكلام ده. وفرشت بقى. هنا كنت انا مغيرة معاكم، كنت حاطة دواسات لونها ابيض، فهي الدواسات اللي لونها ابيض دي يا دوبك بس معايا بيكون الاسبوع بتاع العيد، وبعد كده بتتشال. هغسلهم معاكم الفيديو الجاي، بجد هتستغربوا من شكلهم. هنا بقى عملت فرشت الحافظة دي خلاص. هبتدي برضو الحافظة دي انا غسلاها وزي الفل مفيهاش اي حاجة. هبتدي بقى ان انا برضو زيادة تأكيد كده اسحب اي حاجة عليها فيها فتلاية. حبيت برضو ان انا كده ااكد فيه شويه تراب جم عليه، يعني بصوا ما خليتش حته غير لما كنستها كمان دي خلاص كده ما بين السرير ما بين كله. وهبتدي بقى ان انا مسكت المعطر ده وهفضل احط كده على الانتريه بقى، على المخدات بتاعه السرير، الملاية السرير، بتدي تبقي نايمة كده وبتدي ريحة حلوة قوي. ده بقى كان شكل الأوضة معاه. طبعا كمان ما عملتهاش معاكم، مسحت ما جبتهاش معاكم يعني، مسحت النجفة وخليت النجفة زي الفل. وده بقى كان شكل الانتريه بالأوضة كلها. هنا بقى كان عندي الغسيل اللي انا شلته من على السرير اللي كان موجود في الأوضة. هبتدي ان انا اغسله. انا عندي طبعا الغسالة الاوتوماتيك عندنا هنا مش يعني محتاجة تصليح، فبغسل على الغسالة العادية وبشطف شغل زمان يعني، وبسيب الغسيل كده يتصفى.
و اللهم صل على النبي. بعد كده بنشره. طلعت بقى على الصالة، مسحت كده ترابيزة السفرة، خليتها برضو زي الفل. وهبتدي ان انا امسحها برضو من تحت، ما خليتش حتة غير لما مسحتها. بصوا قلبين عليها السكر بتاع الكحك، لما بيجي الصبح مثلا يطلعوا كحك عشان يفطروا، بعطروا الدنيا بالسكر. فرشت بقى المفرش الصغير ده، انا كنت حاطه فيه مفرش كده كبير، شلته عشان اغسله، وحطيت الفازه بتاعه السفره، وهعدل بقى الدنيا كده، ومسحت الارض برضو، وحطيت الحافظه دي كنت حطاها، انا حطاها هنا من ناحيه باب الشقه، عشان زي ما قلت لكم ان هم ساعات بيدخلوا بالشوز وكده، الجزم وكده. فقلت ايه، لا يعني من ناحيه قدام الشقه، باب الشقه، عشان ما تتبهدلش. بدات بقى ان انا برضو اشفط السجاد كده، وكان عليها بقى خيوط السجاده دي عشان صوف، بتلم كده زي خيوط وكده. شلتها الاول وحطيتها على السيراميك، وهبتدي ان انا اسحبهم كده بالمكنسه. نفضت بقى الحافظه وفرشتها تاني، ومسحت الاول طبعا الارض، وفرشت السجاده الكحل دي قدام باب الشقه، وعملت كمان السلم بس ما جبتهوش معاكم. تمام. وبدأت كده امسح بالسيراميك ما بين السجاد، خليت الدنيا زي الفل دلوقتي هتشوفوها. وفردت بقى كمان الستارة. بس هو زاد التأكيد، بس ان انا مش عايزة، انا كل ده شلته ونفضته ومسحته، بس ان انا بأكد على نفسي ان انا مش عايزة يكون في تراب برضو في اي حتة. هنا بقى هبتدي ان انا اعطر كده الصالة. وهنا بقى كان عندي الغسيل خلاص، كانت الدنيا ليلت، والغسيل بحب ابتدي ان انا ابدا بالابيض، مش عايزه الغسيل الابيض يكون سايباه الوقت، انه بخاف عليه يتبهدل. فابتديت كده ان انا انشر الابيض، وبكره ان شاء الله الشمس تطلع عليه يطلع بقى ناشف وكده، اقوم انشر الغامق. هبتدي بقى ان انا انشر كده. بحب قوي تنشير الفوط وكاس المخدات والملايات، بحب ان انا انشر الحاجات دي اكتر ما بحب انشر الهدوم نفسها. بحب حاجات البيت اكتر من حاجات اللبس وكده. هخلص بقى التنشير وهوريكم انا هعمل إيه كان منظر في الاخر التنشير، يعني بحب التنشير قوي. هنا بقى كده خلاص. بجد في الفيديو ده تعبت قوي، عايزه بقى كل يدخل يتفرج عليه يدوس كده لايك، وما ينساش اللايك. هبتدي بقى كده كنت برضو هنا بنشر شويه كده حاجات. خلاص كده خلصت الملايات والفوط. وصلت لنهايه الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد، استودعكم الله، مع السلامه.